هل تقابلت مع المسيح شخصيا؟ إيش قد من الناس تعرفت عليهم بحياتك؟ هل تتذكر أنه واحد منهم ترك أثر مميز في قلبك وفكرك وضميرك؟ هل تتذكر شخص منهم قدر أن يزيل عنك أحمالك وتعبك وهمومك؟ هل تتذكر فرد واحد انطى بحياتك أمان واطمئنان أو منحك غفران لخطاياك؟ إذا كان رئيس أو زعيم على أمم وشعوب، إذا كان صاحب ممتلكات كثيرة، صاحب أموال مكدسة، ولا ما يقدر أنه ينطي للنفس البشرية ضمان للحياة الثانية مع الله. فمحدودية الإنسان ما تنطي القدرة أنه يغير أي شيء من حالته الروحية الساقطة بالخطية. واسمع الكتاب المقدس شو يقول: كما هو مكتوب: إنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. لهالسبب يبقى الإنسان يدور بدوامة حوالين نفسه بدون أي حلول لمآسي ولأحمال الثقيلة لخطاياه. فإذا ما تقابل أو ما أتعرف على الشخصية العظمى بهذا الكون اللي وحدها تقدر أن تغير وتبدل وتخلق من جديد، راح يظل هذا الإنسان مستلقي ونايم في وادي الموت روحيا. فهاي الشخصية المميزة ارتضت أن تحمل الخطايا لتحرير النفس البشرية. اسمع الكتاب شو يقول: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فالسؤال يدعوك للتفكير: هل تقابلت مع المسيح شخصيا؟ وسط البحر الهائج وقف وصرخ عليه فسكت. وفي الغرفة اللي صبية الممدودة على السرير لما خطفها الموت من بين إيد أهلها، انتصر على أكبر عدو وهو الموت، وأقامها من جديد من بين ظلمات الموت الحتمي. ومن داخل البيت المليان بالناس، 4 رياجيل نزلوا صديقهم المشلول الحزين من سقف البيت وخلوه بين إيديه. وهنا ظهرت قدرته العجائبية وعظمته وسلطانه الرهيب على كل الأشياء، لما غفر للشخص المشلول خطاياه ومن ثم شفاه جسديا، وانبهروا الجميع من اللي سواه قدام عينهم. واسمع شو يقول الإنجيل: وإذ مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. هل عرفت منه هذا الشخص اللي دا أحكي عنه؟ هل عرفت الآن من هاي الشخصية المحبوبة للجميع؟ هذا هو يسوع المسيح، ذاك الصديق الألصق من الأخ. هو يسوع النجار الناصر، مولود بيت اللحم. هو نفس اللي يتعلق بين الأرض والسماء حتى يرفع خطايانا يمنحنا فداء أبدي. هذا هو صاحب القبر الفارغ اللي أدهش العالم بقيامته من بين الأموات، وحير الجموع باللي سواه، إذ داس بقوة على قوة الجحيم بالموت والقيامة. وهو أيضا اللي راح يرجع مثل ما ارتفع مرة ثانية. فالسؤال اللي يدعوك للتفكير: هل تقابلت أنت مع المسيح شخصيا؟ هل تعرفت عليه شخصيا من خلال الإيمان به
بالفكر والذهن والقلب؟ هل آمنت بك مخلص وغافر لخطاياك؟ هل قمت بخطوات اللجوء إليه بالتوبة الحقيقية؟ فيسوع وحده رح يترك بحياتك أثر ما يتزعزع أبدا، فآثار جروحه لا زالت تعمل بالقلوب الحجرية حتى تبدلها بقلوب لحمية تدرك وتحس وتشعر. وحده يقدر يحمل أحمالك، وإنه يطرح أثقالك وخطاياك في بحر النسيان. اتعرف على المسيح وتقابل معاه فرديا وشخصيا وما راح تندم أبدا. سؤالي إلك حتى أدعوك للتفكير، هل فعلا اتقابلت مع المسيح شخصيا؟ إذا كان هذا السؤال يعبر عن رغبة قلبك، وإذا لحد الآن لم تلتقي بالرب يسوع، هذا أحسن وقت إنك تصلي وتدعو الرب يسوع في مقابلة شخصية معه. قول: يا رب يسوع، أحتاج إليك، أحتاج إنك تزورني بنورك وبكلامك المقدس، أحتاجك إنك تعمل في شيء جديد. أنا تعبت من حياتي ومن الدوامة اللي أعيش فيها، ساعدني وانتشلني، ساعدني أن أعيش إلك بقية أيام عمري. أتمنى أنك تزورني في قلبي وفي فكري في حياتي. شكرا يا رب يسوع، لأنك أنت هو الجواب لكل سؤال في قلبي، ولاسمك أعطي المجد. إذا أنت كنت مخلص في صلاتك، ثق أن الرب يسوع سمع ويستجيب لصلاتك ورح يزورك في فكرك في قلبك في حياتك. أتمنى لكم أطيب وقت تقضوه مع الرب يسوع. نتمنى أن نلتقي مرة ثانية في حلقات قادمة. أترككم برعاية الرب يسوع. آمين. لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود. لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود ويشق الغمر فإذا طريق لا تعوقه جبال أو سدود. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين إلها غيرك. من سواك يا ترى في الأتون أو ينجي النفس من جب الأسود. من سواك يا ترى في الأتون أو ينجي النفس من جب الأسود. من ينير القفر إن حل ظلام إلهي بحب في صورة عمود. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين إلها غيرك. كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود. كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود. ووعدتني ستأتي عن قريب